السلام عليكم وهلا والله ومرحبتين ومرحبا، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا مش عارفين انا وصلت هنا ازاي. الفيديو دخل فجأة كده. بس انا في حنكراب، وحنكراب ديت بعد حلايب وشلاتين او قبل حلايب وشلاتين، تعتبر اخر نقطة في مصر وصلت لها من اسكندرية بالسكوتر، حوالي 1050 كيلو. فتعالوا مع بعض نرجع كده بالزمن لورا شوية ونشوف انا وصلت هنا ازاي، ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يا جدعان ماستر بالنهار كده اول ما الدنيا تصحى، والله من بالليل. انا هنا من الفجر من 2 بالليل تقريبا او واحدة، لا كم 12. دخلت الجامع ده ريحت شوية. قلت استنى النهار لما يطلع. اكلت بقى وشربت قهوة وقعدت مع اصحابي واستنيت لما النهار يطلع، وعشان امشي في طريق السخن دوت. طريق الجلالة عموما مش احسن طريق ممكن تمشي فيه في الضلمة، فقلت انا امشي فيه بالنهار احسن. بس الدنيا فاضية، مش في حد غيري. ياه. كمل طريقنا، وانا قدامي مثلا 7 ساعات او 8 ساعات، 8 ساعات قول 9 ساعات بالراحه وكده، ونوصلوا مرسى علم باذن الله. يلا بينا. الناس بتاعت القاهره، هو ايه الطريق ده؟ ايه ده؟ ايه الوسع ده؟ كل دي حارات، 12 حاره. يعني ده انا عشان اجي من الشمال لليمين باخد وقت، افضل ابص يمين واعدي في حاره وابص واعدي حاره. كل ده طريق ما شاء الله، طريق مصر السخنه. والله اتصورنا هنا كتير، بس كل ما بعدي منه برضو يعني فاهم الواحد بينبهر. لا وايه بقى، يعني عاملين له طريق خدمات. طب طريق خدمات ده بيخدم على ايه؟ يعني هيخدم على ايه ولا ايه ولا هيعمل ايه؟ هنكمل طريقنا. الشمس هتبدأ تطلع دلوقتي والجو يحرر، بس احنا لسه بدري. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6 الا ربع. يلا نكمل الطريق ونشوف مع بعض هنعمل ايه في الرحلة الطويلة دي. ربنا يستر. الطريق الشاق والرحلة الشاقة دي ما ينفعش معاها الباتيه والشيبسي والحاجات ديت. ما ينفعش معاها غير فول وفلافل. تسألني جبت فلافل ازاي على طريق طريق الجلالة في العين السخنة؟ قال لك يا باشا اللي يسأل ما يتوهش. بس هو بنزينة اللي هي على أول طريق الجلالة على طول، في ظهرها هتلاقي حد بيعمل فول وفلافل حلوين، طلبات جاهزة. تقعد تفطر على فيو حلو. بص الفيو، قاعد رايق والله. خلص فطار واشوف حد بيعمل شاي واشرب شاي ونكمل الطريق. هو الطريق لازم له فطار متين عشان تقدر تستحمل. انت لسه قدامي بتاع 7 ساعات سواقه. هنكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. شكلها تبقى رحله شيقه. وبقى كرم ربنا بقى شاي وفطار. الشاي ده ب 15 والفطار ب 60، يعني كله على بعضه 75 جنيه. بحب انا الحياه العشوائيه ديت. يعني ممكن ادخل سيركل واشرب شاي وقهوه هناك والله، بس ما مش جوي، لا ما بحبوش. بتحس ان الحاجه كده ايه، ملهاش طعم. لكن العشوائيه دي بتبقى حلوه. انا قاعد جاي راكب لابس الشنطه وانا بركب على الشنطه. بس يا حماده بترن على مين يا حماده؟ مفيش احلى من العشوائيه والله. دي الخيمه، ودي المنامه. المنامه دي من شركه اسمها سنايبر. الولد اللي عمال يزمر، الولد اللي عمال يزمر ده قاعد يلعب. ده بيلعب. انا مش عارف اصور منه. انت انت كويس؟ محتاج حاجه؟ تلعب بس يعني. بيلعب بس. طيب انا همسك طريق، ولما نقف تاني نبقى نكمل تصوير. للناس اللي مستغربة انا بصور ازاي، دي سيلفي ستيك طويلة بتتفتح، بتبقى 2 متر تقريبا. بحطها قدامي هنا كده بالشكل ده كده، او بثبتها هنا في اي حاجة، وبتطول لفوق بقى. فالكاميرا دي بتصور 360، يعني ديت فيها عدستين، هي ده اول عدسة وده التاني العدسة. فبتصور الزوايا، كل الزوايا اللي حواليا. هي حاليا بتصور دلوقتي، يعني وانا عاملها كده هي بتصور. هجيب لكم الصوره من ناحيتين، من الكاميرا ديت ومن الكاميرا دي برضو، عشان ايه تاخدوا فكره بالظبط هي بتصور ازاي. ففي 360 بقى انا في المونتاج ببدا اقص والزق واعمل واخد الكادر اللي انا عايزه بالظبط. في البايك نفس الكلام، بثبتها هنا كده، يعني في القطعه دي اهي، بثبتها هنا كده
بتبقى جايبه كل الزاويه اللي حواليها، فهي شايفه كل يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجه، فبتبقى جايبه البايك كله سواء السكوتر او البايك. بس يعني الموضوع بسيط. كاميرا 360. يا جماعه بصوا كده، هو مفيش اي نور منور خالص غير نور السكوتر بتاعي بس. تعالوا نجرب مع بعض نشوفوا بقى ايه العفريت ابو فانوس، نشوفه هيطلع ولا لا. ولا طفيت النور كده؟ حد شايف حاجه؟ لا اللي هناك ده عربيه جايه مش ابو فانوس. نور تاني، استنوا لما العربيه تعدي وهنور لكم تاني نجربه. اهي العربيه عدت خلاص كده، انا منور النور. طفي. حد شايف ابو فانوس؟ انا بلف يمين وشمال مش باين خالص. ابو فانوس مش باين. نور كده. لا مش طالع حاجه. نادي نقول ايه طيب؟ حد يقول تعويذه ولا اي حاجه؟ انا عملت اللي عليا وقلت له طفي ونور وبتاع. طب اعيش له طيب؟ مفيش حاجه خالص. طفي تاني كده ولا لا؟ نمشي احسن بدل ما نتلبس. يا لهوي. هو المفروض دلوقتي ان انا وصلت المحميه، بس انا مش عارف بقى هم قاعدين فين. والله ما لقيتش حد اصلا على البوابه. انا دخلت ولا حد قال لي انت رايح فين ولا جاي منين. تقريبا بيمشوا بعد وقت معين، بس مين عبيط هيجي بالليل دلوقتي كده يعني؟ غيري طبعا. انا ماشي بالله. انا لو تهت على فكره مش هعرف اوصل لاي حاجه. وصلت متاخر، مش شايف حاجه يعني كده. يا جبل لسه واصل، مش عارف ليه كل ما اجي اطلع كامب كده اوصل متاخر. مش عارف بجد والله ايه ده. بص بقى الموتوسيكلات دي كلها الموتوسيكلات بتاعتهم. بص الك بتاعي. شكلك كوتي قوي يا ستيو، اقسم بالله. شوف بص كده، بص ده بص ده، شكله كوتي قوي يا ستيو. ما شاء الله ما شاء الله. مش عارف انا ايه اللي جابني. كوتي موتي موتي كوتي موتي. جاي فرد الكوتش بقى بحالها بقى. ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا جدعان. جي اس. لازم اخد 4 ايام في الطريق. لا هو الطريق اخد مني وقت عشان انا كنت بريح كتير، وكل شويه بقف. وقفت اشتغلت شويه، وقفت نمت شويه. نمت رحت في النوم في ماستر بتاع 2 3 ولا بتاع. وفي مرسى علم وقفت برضو بتاع 4 5 ساعات، كنت عندي ورايا شغل. ومش عارف في الجلالة وقفت بتاع ساعة بفطر الصبح. إن شفت كل ده. ماشي، نبقى نصحى بكرة بقى نشوفوا البحر الأحمر فيه إيه. زي كل مرة مش عارف أفرجكم على الخيمة وهي بتتنصب. المهم يعني نصبنا الخيمة إيه، والمنامة فردناها اللي هننام عليها، والشنط اتجاه الهوا جاي من الاتجاه ده، فأنا هنام في الاتجاه ده عشان لما يقعد يخبط على الجنب ده هو ما يصدعنيش ويصحيني. واصحى الصبح تاتا ابص على البحر. هنشوف الصبح الاستباحه بتاعت الحنكرب. عايز اقول لكم حاجه بقى بعد الفيديو بتاع عفريت ابو فانوس ده. لا الموضوع مرعب، الطريق مرعب بجد. الطريق ضلمه جدا يعني. لا 60 كيلو بس ما بيخلصوش. الطريق مش راضي يخلص. انا عمال امشي والطريق ما بيخلصش. وحاجات غريبه، انا شفت كلب برجلين. لا مش ب4 رجول، لا برجلين 2 بس. وما قربت منه بقى ب4 رجول عادي وجري. طلع له الرجلين تاني ما اعرفش طلعوا امتى. واصوات غريبه بسمعها. والله انا مش بهزر بجد. بس ما حدش يمشي على الطريق ده بالليل. الموضوع تسمع اصوات غريبه، بتشوف حاجات غريبه، بتخيل الناس بتمشي حواليا. في واحد مره واحده كده لقيته واقف على جنب كده لابس نص كم، تيشيرت اسود نص كم وبنطلون ابيض. راجل حقيقي مش عفريت. بس انا شايفه من بعيد، شايف رجلين بس، رجلين بيضه. كنت شايف النص فوقين. لما قربت منه قلت له يا عم حرام عليك قطعت خلف يا عم. فلا هي كلها اوهام والواحد ما بيخافش يعني الحمد لله. بس برضه يعني فاهم، لو حد قلبه ضعيف هيضيع. يلا تصبحوا على خير. وبس كده. لسه طالع من الخيمه. هو ده كان اليوم. الشاطئ هنا تحفه قوي الصراحه، بس في مشكلتين. لو انت بتزهق مش هتنبسط. مفيش اي حاجه هنا تتعمل. معاك نت ومعاك كل حاجه، التليفون بتاعك نت يعني الباقه مش نت. مفيش واي فاي هنا، بس مفيش كهرباء. في حمامات نظيفه الصراحه. الاجواء هنا حلوه، ميه وبحر وهدوء.
بس الرجاله بتسخن الموتوسيكلات دلوقتي عشان هنتحرك نروح حلايب وشلاتين. بس انا مش رايح معاهم بالسكوتر الصراحه لان مش قادر وعايز اغير زيت، شغلنا. فقلت لهم لا اركب ورايا حد فيكم ونروح نشوفوا حلايب وشلاتين فيها ايه. خلي الشمس كده قلت لك عشان الشمس بتضرب بتعميكم، انا تعمي بقى فداكم يعني. فهنا الاجواء جميله قوي. لو انت مش بتنبسط مش بتعرف تسلي نفسك هتزهق. لو انت ما بتحبش البحر قوي، مش الناس اللي بتحب تقعد على البحر مثلا من الصبح لحد بالليل، هتزهق. غير كده لو بتحب الميه تحفه. بص منظر الميه والسمك، في سمك صغير، في سمك صغنون كده تحت حلو. اصلا شكل الميه لوحده بيفتح النفس. في سمك مش عارف والله السمك ده صغير باين ولا لا، سمكه صغيره. حنكراب من الشواطئ الجميله. مشكلته الوحيده ان تذكره الدخول ب 200 جنيه للفرد، والموتوسيكل 200 جنيه او العربيه 200 جنيه. فلو انتوا معاكم عربيه واربع افراد مع بعض هتدفعوا 1000 جنيه انتوا والعربيه عشان تباتوا يوم واحد. لو موتوسيكل هتدفعوا 400 جنيه في اليوم. فدي هي المشكله الوحيده. حاسس ان هو غالي قوي يعني زياده عن اللزوم. بس الصراحه الاجواء جميله، ولكن انت ممكن تخيم في اي مكان، في اماكن كتير جدا ممكن تخيم فيها مش هتدفع الرقم ده. فيلا بينا نتحرك مع الشباب نشوفوا الدنيا فيها ايه. كله بيجهز شنط، هتسيبوا الخيم. الدنيا هنا امان وفي امن يعني وتبع الجيش وكده. فالدنيا امان ان انت تسيب حاجه، مش امان قوي بس احنا سايبينها على الله. معانا جولد وينج، معانا ايه تاني، معانا فيراديرو، معانا جيكسر، معانا جي اس ان شاء الله، معانا التوك توك الصغنن ده اللي فيهم ده جيم اسكندريه. هنتحرك على حلايب وشلاتين ونكمل مع بعض. انا هركب مع الراجل نور يا كبير. طبعك فل حبيبي ماشي. جربوا يلا بينا. طب اطلع من الرمله وانا هركب وراك برضه. تمام. هروح بقى حلايب وشلاتين نشوفوا هناك فيها ايه بالظبط. من هنا لحلايب وشلاتين 200 كيلو، فمش مسافه كبيره قوي يعني بالنسبه اللي احنا جيناه كله. وخلينا مع بعضينا كده نكمل مع بعض الفلوج. تجربه الموتوسيكل هنا مختلفه، بس هي القعده مش مريحه شويه. انا قاعد مش مرتاح وحاسس بالضباط، بس مبسوط. بص المنظر حواليا عامل ازاي. لما اقفل السكرين عشان الهواء بيبقى قطعنا حوالي 100 كيلو يعني. بس انا اكتشفت بقى ان في كمين جيش قدام. الكمين ده معاه ورقه فيها اسامينا كلنا. فهم كانوا مطلعين تصريح، اصلا كانوا واخدين بطاقتي الشباب عشان يعملوا لي التصريح ده. فالكمين هنا متبلغ بالاسامي وبيبلغ قدام كمان وبيكشفوا على البطايق وكلام من ده. يحط بنزين يعني. بس المكنه طويله عريضه وحلوه وجميله، وفي الاخر يقول لك التانك تحت الكرسي. ما تحط التانك قدام يعني. ليه المرازيه دي يعني؟ ليه المرازيه دي؟ بس الكرسي بتاعها متعب قوي. انا قاعد هنا صغنن كده، لا متعب زي السكوتر كده. انا هعرض كرسي السكوتر. الطريق ده طوالي كده على طول، طوالي على طول يوديك على اسوان. بس اسوأ طريق ممكن تمشي عليه. عم سيد مشينا اسوان برنيس. لسه الشهر اللي فات طلعنا الاقصر اسوان ابو سمبل. من ابو سمبل جينا ادفو مرسى علم. رحنا يلا قعدنا في حنكراب كلها ورا بعض كده من اسوان. لا من اسوان لابو سمبل. الموتوسيكل مساعدك في نفس اليوم يعني. من اسوان لابو سمبل 600 رايح جاي. تمام. ومن اسوان جينا مرسى علم في نفس اليوم، ومن مرسى علم القاهره. يعني حوالي 1600 كيلو في يوم واحد. الموتوسيكل مساعدك ومروق عليك. احنا غلابه بتوع سكوترات احنا. لا انت بطل. مفيش حد يعملها. انا ماشي بدنجل انا براحتي يعني ماشي. بس انت عندك صبر وعندك قوه تحمل. يا ده بالي طويل. ايوه هي دي الحته المهمه في الموضوع، ان انت تكون مبسوط بالفكره حبيبي وعامل الزمن مش بتاعك. لا طلع انبسط بالظبط. ايه المشكله؟ فيبقى رحله جميله بالنسبه لك. بالنسبه لك انت اقوى من اي موتوسيكل. حبيبي والله. انتوا بتمشوا 100 120. انا عارف ان انت معاك موتوسيكل ريس وكده
بس انت بتحب فكره لا الترحال عشان اعرف اشوف الطريق واشوف الناس تتعرف على ثقافات لا وتتكلم مع انا الناس عايز اشوف الطريق، لسه انا شايف غير اسفلت، لكن السكوتر ببص يمين عايزين وشمال. بقى عايزين المرحله الجايه ادفنشر، يعني لازم ادفنشر. ممكن لو بره مصر لازم، مفيش ممكن لازم. بص هقول لك، انت هترجع من السفر دي لازم اجيب اللي انا عايز اوصله ان اي حد معاه اي حاجه هيعرف يعمل اللي هو عايزه. العجله بتروح السعوديه، انا مش عايز العالم كله. مش عايز اجيب ادفنشر عشان ما حدش يقول لك ايه اصله معاه ادفنشر. لا يا عم، انت باللي معاك زي اللي معايا هتروح عادي. لا تاريخك ايه بقى؟ يطلعوها ازاي دي؟ على السلم. ماشي. يا لهوي، ايه الحلاوه، ايه العظمه دي، مش عايشين. مش عايشين يا جدعان. لا انا خلاص فهمت. اشرح لنا كده الزراير ديت فيها ايه؟ ايه القصه اللي قدامك دي؟ ده التحكم في الساوند. كل ده تبع الراديو؟ كل ده تبع الكاسيت. اصلا بقى. يعني واللي على اليمين هناك دول كل ده كده هري على الفاضي من الاخر يعني. واللي على هناك دول ده الشبوره الانتظار، ده الساعد الهيدروليك التحكم فيه، وده التحكم في الاضاءه، ده مثبت السرعه، ده المرشدات طبعا. ده والهوايات اللي تحت التكييف شغال ولا لا، دي هوايات هوا بس. هوا عادي تمام. طب انت ماشي تكييف يعني ما شاء الله. احنا مش عايشين. خلينا هنكمل الطريق. بصوا بقى لقعدة الجولد ويند بقى. بص بقى القعدة الرايقة، انا قاعد باشا، قاعد مش حاسس بالطريق، عايز حاجة بس يا رايقة. قاعد على كنبة بيتنا يا جدعان يا جدعان. نجرب الفراديرو هو كمان بالمرة. والله موتوسيكل حلو، بس في سخونية جاية طالعة على رجلي وهنا الحتة دي. في السخونية دي الموتور طالعة بتاكل مش قادر. بس قعدته حلوة برضو، كنبته مريحة، عدادات وسرعة وبتاع. السخونية طالعة من عند الشكمان هنا أو من الموتور بهدان. وصلنا شلاتين. حلايب ما ينفعش ندخلها علشان حلايب منطقه حدوديه، فلازم تصريح من المخابرات وبتاع. رحنا مطعم كده بيعمل اكل. اسمه ايه الاكل ده؟ دي شايه. دي شايه. اسمي ايمن. ايه بقى ده بقى؟ دي شايه. دي عم عرفنا هو ايه؟ لا يا عم. ايوه يعني بيتعمل ازاي؟ بيتعمل على الزلط على الطبيعه وهو هيوصف لك اهو. ماشي، نصوروا الاكل وبعد كده نشوف. دي لحمه هو زي ما قال كده ايه، بتتعمل على الزلط. ده زلط تحتيه فحم صح؟ ايوه. وتحتيه فحم مولع فبيعمل احلى شغل. اللحمه بتتسوى عليها على الرايق خالص كده، بتاكل احلى كلام. هندوق الاكل ده عشان انا متحمس صراحه. هم اقترحوا اسمه سلاج تقريبا. امال ايه السلاج اللي بتقول لنا عليه ده؟ هو ده انا الكابتن. انا عمال سلاج عامل ايه يا كبير؟ انا بنبسط، انا بحب الاكل قوي. دقت حته دلوقتي بس لسه في الكاميرا ما كانتش بتصور. فده طعمها حلو. اللحمه ممكن تكون لحمه ناشفه شويه، حاسه كبيره، بس طعمها التتبيله بتاعتها حلوه، التسويه حلوه. بتاخد حوالي ساعه تقريبا او ساعه ونص على الزلط ده. فبتاخد راحتها، اي حاجه بتستوي بالراحه بتبقى جامده قوي. والله نفسي تبقوا معايا في الحاجات اللي زي دي يا جدعان وتدوقوا معايا، بس يعني ما ينفعش والله للاسف. بس انا الموتوسيكلات رصت هدايا اهي. نخش ناكل بقى ونتكيف كده ومن فوق كده، وابدا اشوف الناس واعرف اتعامل. الميه هنا طعمها حلو. ده فلتر ولا بتاع بس طعمها حلو عشان قريبين من النيل. بصوا يا جدعان، دي اسمها جبنه. هتشوفوها في فيديو اسوان لسه ما نزلش. بيتحط البن وشويه حاجات كده وتوابل وبتاع، وفي الاخر بتحط على الفحم تستوي براحتها. تاخد فتره. ده كده فلتر عشان ايه؟ ما ينزلش التفل بتاعها. هجيب واحده. انا لا. معانا اخد راحته خالص. قاعد في صاله بيتهم هنا. براحتك اعمل اللي انت عايزه، براحتك. كله هياكل ولا بعد هوايه والطلق يمشي؟ اكيد كله هياكل. مش الراجل ده مش راضي يشربها لي قبل الاكل، بيقول لي اشربها بعد الاكل. قلت له انا صاحب مزاج وهشربها قبل الاكل. عايز اشربها دلوقتي يلا. مش دي سخنه اهي، فضي منها على طول. انا عايز اشربها قبل الاكل. هشرب قبل وبعد. هجربها اعرف بقى، مش يمكن بعد الاكل تطلع احلى. حبيبي عايز كوبايه. ايه؟ عايز كوبايه كده. ماشي هجيب لك هسه.
هسه على طول. هسه يا مدلل. انت بتعمل ايه؟ انت بتساله مصري ولا مش مصري؟ ايوه بيسالني واحنا فين هنا؟ بيسالني هو عايزين لا ده مصري، ده مصري اصيل ده. هو ده ابو المصريين. ده اصل المصريه. ده اللي تحط لك ان انا ده وين السلوق كده؟ هدي حبيبي. الله جامد قوي، جامد قوي قوي قوي. الصدوق ده ممبار ومحشي لحمه ولا مش صدوق؟ هو ممبار محشي لحمه. ألف محمد ابراهيم اهو. بصوا ده كده صدوق. عايز اقول لك جامد قوي جامد قوي. ممبار محشي لحمه، غالبا لحمه ضاني حاجه كده. طعمه جامد، طعمه جامد يا جدعان. ربنا يكرمكم كلكم يا رب كده ويرزقكم وتيجوا تزوروا حلايب وشلاتين وتدوقوا الصدوق ده وتفتكروني. صار تقريبا الطلب الصغير ب 150 او الكبير ب 150 والفته ب 50 حاجه كده. اسعار في المعقول يعني كلها يعني. فوادير كله دهنه بس حلو جميل. هنروق بقى على حالنا شفشق عصير من ده. هو ده؟ هو ده ده ب 70؟ 70. امال اسمه نص ليه؟ هو نص. ده اسمه نص. افتكرت هيمنا نصه بس هو اسمه نص. تعال ناخده ونشربه. ده كده اسمه نص ب 70. والله انا قلت اهمنا له نص. انا عايز كوبايه بس. قال لي لا خد نص. هيلب يور سيلف. هات الشفشق بتاعك، خد كوبايتك وروح اقعد فضي وعيش. بس هي لحمه بالدهنه بتاعتها، هي تقيله. هي ضاني لحمه ضاني. هي الضاني عامه تقيله بتبقى 80% لحمه و20% فاللي ما بيحبش الدهنه وما بيحبش السمين مش هتعجبه، بس اللي بيحب اللحم في العموم هيكيف منها قوي. فهي جميله قوي. وهنا سبحان الله الناس كلها رفيعه رغم الدهون اللي بياكلوها دي كلها. الناس كلها رفيعه. الساعه 11 انا ما بتكلمش عنك، مش عنك. الناس اقل منك. معرفش طبيعه الجو هنا ولا عشان الاكل بتاعهم طبيعي ولا ايه، بس لا ما شاء الله كلهم رفيعين يعني. الساعه 11 الظهر يعني احنا بنفطر لحمه ولا 10 ونص باين. بنفطر لحمه والله نقول عصير. حلو قوي. موز باللبن بالجوافه. نخلص الدنيا دي ونروح نقعد على القهوه نشربوا بقى جبنه اللي ما رضوش يشربوها لي قبل الاكل ونشوف الكلام اليوم هيمشي على ايه. بصوا يا جدعان دي جوافه. بصوا هي من بره جوافه بس تعالى كده كده بس من جوه جوافه حمرا من جوه. اول مره اشوف جوافه حمراء في حياتي. انا شفتها قبل كده بس مش فاكر فين. جوافه حمرا. طعمها حلو. هي جديده. استنى يا زول الحساب فين يا زول؟ هي طعمها هي جوافه فيها طعم حاجه كده. طعم تحس ان هي مش عارف، تحس ان هي على عناب. تحس انها جايه على فراوله شويه. لا فيها لسعه عناب كده. العناب مزز. لا دي جوافه على موز على لبن. حلوه قوي. وجربوا الجوافه الحمراء. انت منين اصلا؟ من قرية برامات. دي فين دي؟ دي جنوب الشلاتين. ايه تبع شلاتين يعني؟ تبع الشلاتين بين حلاب شلاتين. وبتتجوزوا من بعض اللي هناك يتجوز من هنا اللي هنا يتجوز من هنا؟ مش مثلا مش القريه يبقى انا اتجوز من القريه ما ينفعش اتجوز من بره. والجواز عندكم بيتم ازاي؟ يعني انا شفت واحده دلوقتي وعايز اتجوز ولا انا ما بشوفهاش اصلا؟ لا هو عامة يعني العرب بيحب بيدي بعض ما بيتجوزش من بره. يهادوا بعض. ايوه اللي هو انا عندي بنتي هجوزها لك عشان انت حبيبي ومحترم. ايوه زي. لكن ما فيش مثلا فكره ان انا اشوف واحده حلوه فانا لا عايز ما بيمشوش اصلا. احنا ما بنشوفش يعني مش ما فيش ستات في الشارع خالص. لا ما فيش. في البيت. لا شغلها كله في البيت وقعدتها في البيت واكلها في البيت. ما تطلعش ولا تروح السوق ولا تروح اي حاجه. لا ممنوع. الراجل هو اللي بيخرج وبيجيب كل حاجه من بره. الله ينور. انت متجوز؟ انا متجوز. الدنيا بتشتي هنا كل قد ايه تقريبا؟ ايه؟ الشتاء هنا وضعه ايه؟ ولا مفيش شتاء؟ هنا وضعه قارص. وضعه قارص. كسقعه لكن كميه في ميه بتنزل. ما فيها مطر بتنزل والدنيا دي بتغرق. في سيول بتنزل. والميه هنا بتجيلكوا ازاي؟ انتوا عندكم ابار هنا ولا؟
المية هنا بتيجي عن طريق النيل، النيل. عن طريق اسوان يعني بتيجي عربيات. ايوه تنكات عربيات. بتيجي وفي ميه بتيجي كمان عن طريق تحليه الميه اسمها القنداصه، بس ما تشربش. دي ما تشربش، دي تغسل بها المواعين. الاستخدام ما بس. تشربش. ميه النيل بتيجي في تانك، التانك عمره ما بيتغسل. التانك مش نضيف. بتنزل في تنكات في الارض عمرها ما بتتغسل. اه بتحط على براميل ميه على عربيات عمرها ما بتتغسل. بتنزل في براميل ميه عندنا عمرها ما بتتغسل، يعني ما تشربش كده. اغلب الناس هنا شغلها ايه؟ الجمال راعي يعني عموما. الجمال والصيد وكده. جمال وصيد. بس يعني ما فيش مثلا حرف وبتاع وكلام من لا 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 ما عندكوش حرف لا لا. انا جايب موتوسيكل صيني وهو جايب السكوتر بتاعه من اسكندريه لحد هنا. مجازف انت. ده عادي. والله مجازف. سكوتر 200 سي سي الاس واي جاي من اسكندريه لحد هنا. يعني الموتوسيكل اللي عندكم ده يستحمل عنه؟ لا ما يستحمل. لا يستحمل. لا اللي ما شد عن الموتوسيكل اللي هو جاي. شد عن كم السكوت. كيلو تبغى تغير له في الزيت وتبرد المكن. ايوه ما هو الراجل اللي جاي معاه حاجه. بمشي براحتي بقى، انا مستعجل ليه؟ خلاص تعال. الجمل من دولت يسيب الدنيا ويسيب مصر ويسيب القاهرة واسكندرية ويسيب كل حتة ويقرر يروح يعيش في الصحراء، في وسط الصحراء مفيش مية ولا في أي حاجة، حتى الأعشاب اللي موجودة أعشاب بايظة خالص. الإنسان يسكت؟ لا. يروح يجري وراه بالموتوسيكل. يا عم يلا. عمال يلف ورا الجبل بالموتوسيكل. الشمس بتسيح الدماغ ولا ايه اللي بيحصل؟ انا مش عمال يجري ورا الموتوسيكل. ما ينفعش ناخد جمل من دول. هي كده اسمها بقى وادي الجمال، عشان كده اسمها محمية وادي الجمال، شاف فيها جمال. منطقي يعني، اول جمال نشوفها تقريبا. وصلنا محمية تانية اسمها القلعان. استنى اللي مكتوب اشجار المنجروف، هي الاشجار المميزة الاكثر تحملا للمياه المالحة. شجرة المنجروف اللي موجودة في وادي القلعان أو محمية القلعان. شجرة المانجروف هي تعتبر من الشجرات من الأشجار القليلة يعني اللي بتطلع في المية المالحة. دي كده دي مية مالحة. عارفين الشجر بيحتاج شمس ومية، بس مية حلوة. لا شجر المانجروف بيقدر بقى يطلع من المية المالحة دي مية حلوة. فسبحان الله، كل دي مية بحر، كل اللي حوالينا مية بحر. محمية القلعان يعني حتى الشجر ده بص الجذع كده منه. طعمه مالح. ناخد واحدة تانية كده من بعيد. لا هما قايل لك لا تقطف شيء ولا تقطع شيء، انا عمال اقلع. ايه ما تقلعش شيء. بقلع ليه شيء من مكانه؟ عشان اقلع شيء من مكانه. جامد قوي، جامد جدا، تحفة. استنى كده يا جدعان، اسمعوا معايا كده الصوت ده. لا مش الصوت ده، اسكت انتي. اسمعي الصوت ده، صوت الهدوء. الهدوء ليه صوت. بس بقى وليا بقى قاعدة بتتكلم عاملة دوشة. هبقى اسمعكم الهدوء في مكان تاني غير ده. بس نخش نشوف المنظر الاول. انت بص ولا دخلت جوه. ايوه بالراحه كده هتلاقي كتير فاضي. كتير قوي هنا. ليه جوه هنا بتاع. خش بس عايز تدخل. دخلت. جبتها. تعالي اهرب منك فين؟ تجري مني يا ولد اللذينه. في هناك كمان اهو. امسك يا جوه. لا بيجروا. مرة تانية. سلام عليا. عامل ايه؟
اسمك ايه؟ هذا ادم؟ ماشي يا ادم، نور. طيب العيال مؤدبه ولا في ايه؟ حاسس العيال مؤدبه زياده عن اللزوم. ماشي. ومشيت شويه كده لقيت ايه المكتب بتاع المحميه. مش عارف هو مكتب ولا ايه، مش عارف والله ده ايه بالظبط، بس جوه في شويه حاجات كده ليها علاقه بالصخور. بصوا كده كل الصخور دي من الجبل. يعني اكيد عندكم رخامه في المطبخ باللون ده برضه اهي، اكيد برضه عندكم رخامه باللون ده. دي كل ده دي من جبل الرخام. دي برضه رخام. لو حد بقى في الجيولوجيا هو اللي هيبقى فاهم الكلام ده كويس. الله ايه ده؟ قوقعة، مش سامع حاجة. وشوشها. بصوا دي بتاعت سلحفاة. دي مثبتينها ايه، متحنطة بس تقريبا ماتت والتراب دخل مكانها بقى وبتاع، متحنطة مع بعضها كده. دي صدفة. حاجات تانية متحنطة اهي. شايف ده تعبان البحر. تعبان البحر معدنا جبس. دي سلحفاة ودي قواقع وده أرض. ده ذئب ده ولا ايه مش عارف. المفروض ما نلمسش الحاجات دي، المفروض والله. والله كان جميل. رجعت تاني مسكت الطريق. انا دلوقتي ما بين القصير والغردقه. لسه طالع من القصير من 20 كيلو تقريبا. المفروض هقعد في القصير شويه بس ما لقيتش، يعني المفروض صحابي اتحركوا قبل بساعه وقالوا هستناك وبتاع وما استنونيش. سالت ناس قلت لهم مفيش 2 بموتوسيكلات كده لسه معديين، قالوا لي لا دول راحوا عند حته اسمها الحمراوين. عديت الحمراوين ما لقيتهمش، فهكمل الطريق بقى لوحدي للغردقه او للقاهره. بس انا وقفت هنا لان الطريق صراحه حلو قوي، الطريق فاضي تماما. بصوا كده مفيش حد لا رايح ولا جاي. انا بقالي بتاع ربع ساعه واقف، قلت اما اريح شويه وببص على الرسايل وكده وبتاع. نفسي ادخل عند البحر جوه بس جيت كنت هعدي من هنا كده بس هغرز، قلت بلاش ملهاش داعي. الطريق ده مدق اصلا ممكن اخدش منه عادي، بس مفيش حته تانية ادخل منها. نفسي ادخل والله بس خايف اسيبه موتوسيكل لوحده، بس حتى لو سبته يعني هيروح فين؟ هيفضل قاعد، مفيش حد لا بيروح ولا بيجي. عربيه هناك جايه. البحر تحفه. تخيلوا كل ده، كل السواحل دي بتاعتنا احنا مصريين، يعني ممكن نعملوا عليها مباني وقصه وحاجات ايه، يعملوا عليها فنادق بقى وشغلانه، بس اغلب مرسى علم والخط ده تقريبا يعتبر محميه طبيعيه، فالبناء عليها صعب شويه. دي بقى حاجات من البيئه وشغلانه. هي دي عظمه دي ولا ايه؟ تصدقوا دي عظمه؟ تصدقوا ان دي عظمه؟ مش عارف عظمه ايه. تكون جمل، تكون عظمه جمل ولا حاجه. ده مفصل شكلها لسه من قريب. الغضاريف لسه لحد ما. شايفين الاربطه جامده ازاي؟ بغسل ايدي. تعالى نتمشى كده شويه لجوه نشوف في ناحيه البحر. يا الله يا الله، ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ يا الله المنظر، يا نهار ما شاء الله. ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ نفسي ادخل بالموتوسيكل هنا بجد، بس ايه الحته اللي فيها الرمله دي بس هي اللي مش نافعه. ايوه ما شاء الله. إيه لا ده انت لو حد معاه عربيه ينفع تدخل تجيب العربيه وتخش تقعد هنا، تخيم هنا، تحط خيمتك واكلك وكل حاجه وعيش هنا يا باشا. انت 4 ايام اسبوع شهر محدش هيحس بيك ولا حد هيقول لك انت رايح فين ولا جاي منين اصلا، ولا هتلاقي حد معدي عليك. اعمل اللي انت عايزه. الله، الطبيعه حلوه والسفر حلو. الناس بتبعت لي على طول انت استفدت ايه او عملت ايه او احنا استفدنا. انت ما استفدتش حاجه بس انا استفدت. انا بشارككم الحاجه الحلوه اللي انا بحبها، وفي نفس الوقت بشوف اماكن جديده، بشوف حاجات عمري ما كنت اشوفها. عمري ما كنت اشوف منظر البحر بالشكل ده. بقابل ناس جديده، بكتسب خبرات جديده، بتحط في مواقف بتعلم منها حاجات كتير. وفي نفس الوقت ما انا في يوم من الايام كنت بشتغل وبجتهد وبعمل فلوس وبعمل حاجات كتير وعملت كل اللي نفسي فيه تقريبا. فاضل حاجه طول عمري بحلم بيها هي ان انا اسافر والف الدنيا، فده الوقت اللي انا بعملها. فانت لو كنت جيت لي مثلا من كام سنه فاتوا
لا كنت هتلاقيني بشتغل وبتعب وبروح الشغل وباجي من الشغل وحياتي صعبة يعني مش سهلة. ايه دي؟ كاوتش. فما تفتكرش ان اي حاجة جت بالسهل، وما تقللش من اي حاجة اي حد بيعملها. اي حد بيعمل حاجة وشايفه مبسوط بيها يعني مش هقول لك اشكره، سيبه في حاله، بس مش لازم تشكره، سيبه في حاله وخلاص. يلا بينا نكمل طريقنا. السفر عموما في الترحال يعني لو معكش ابسط المهارات خالص، ان انت على الاقل خالص تعرف تولع نار. مش هقول لك تعمل شيء، لا تعرف تولع نار. انت لو ما بتعرفش تولع نار مش هتعرف تعمل اي حاجه بعد كده. تولع نار، تطبخ عليها، تعمل عليها قهوه، تعمل عليها شاي، تتدفى بيها، دي ابسط مهاره، ابسط حاجه. فانت لازم تتعلم ازاي تولع نار في اي مكان باي ادوات متاح بالنسبه لك. اشرب القهوه لان الجو حر جدا، الجو اصعب من ان احنا ممكن اقوم اتحرك فيه دلوقتي. فقلت اقعد كده شويه، المكان ده تقريبا بيقعدوا يريحوا فيه ناس، فقلت اقعد اريح شويه واعمل قهوه كده واروق والدنيا تهدى شويه، الشمس تهدى، وبعد كده ايه نقوم نكمل ان شاء الله. اتفضل حبيبي. لو جه قعد هنقعد نحكي معاه. القهوه والشاي والحاجات دي عموما على الطريق هي اكتر حاجه ممكن تفتح بيها كلام. لو عارف انت حد معدي تعالى اشرب شاي، تبقى خلاص انت فتحت كلام معاه، تبدا بقى ايه تتكلم وتحكي بقى، سمعني، اسمع بقى حكاوي ما تتخيلهاش. السلام عليكم. اعمل لك قهوه؟ اجيب لك بن طيب ولا حاجه؟ لا معايا. انا بصور، هيضايقك لو بصور؟ انا كنت عامل لك شاي يعني. حبيبي الله يبارك. طب هيتضايق لو بتصور؟ بعد. حبيبي. من كريم ايه؟ حبيبي عمي. منين كده؟ سوهاج. بحب اهل سوهاج قوي، اعزهم قوي والله، دول ناس محترمين، ما شفتش حد من سوهاج مش كويس. حبيبي والله يبارك لك. ماشي انت بالعده بتاعتك كده. ما شاء الله. بس معكش بوتاجاز انت؟ لما معكش بوتاجاز كبير تطبخ عليه. لا. رايح منين لفين كده؟ يعني نفس عن ما بس انا رايح الغردقه برضه. مش بقى خلاص 100 كيلو. اجيب لك بن ولا حاجه؟ بجد معايا والله. لا يديك الصحه يا رب. هسيبك بقى تقعد براحتك. تؤمن بحاجه؟ براحتك. حاجه الله يبارك لك. انت عايز اتعرف عليك بس. اتعرف عليك. محتاج اي حاجه؟ لا بجد والله. والله الناس جميله، حبيت اتعرف عليه بس كده واشوفه منين وبتاع بس يعني. ما الراجل قاعد يرتاح، هو مش ناقص حد يصدعه. فانت برضه ايه، يقرا الشخص اللي قدامك، هو عايز يقعد في هدوء باين عليه. اقعد بقى نرغي واحكي ابقى بارد. لا سيبه. لكن الراجل مرحب والله ان انا اقعد اتكلم معاه وما عندوش اي مشكله يعني. بس ايه يعني خليه براحته. انا اقعد هنا في الدروه بتاعتي دي. الدروه دي اللي هي يقول لك دروه اللي هي حته من الداريه، يقول لك انا اقعد في الدروه بتاعتي. وصلت الغردقه. عارف انت بقى التغييرات اللي بتحصل في الخطه كده في اخر لحظه، لو انت مخطط حاجه. انا واصل الغردقه حاسس ان انا هشرب شاي واطلع اسكندريه، كمان على اسكندريه. الساعه كانت 6 تقريبا، وخلاص والله مسستم ان انا راجع اسكندريه. بس انت تيجي تقابل حد كده، حد جدع يمسك فيك بقى. قابلت الراجل الجميل ده. منورين يا باشوات اسكندريه 1-1، وان شاء الله في انتظار كل راجل جدع تنورونا في الغردقه
وانا مبسوط كتير جدا والله ان انا مع اخويا محمد النهارده، واحلى يوم في الغردقه باذن الله. حبيبي يا عم، من حلاوه السفر بقى الناس اللي انت بتتعرف عليها. الراجل ده بيشتغل في اجدع راجل حرفيا قابلته على السوشيال ميديا. لقطع كلامك انا اسف، بس انا متابعه من بدري وفعلا ما كنتش مصدق ان انا قابلته بجد يعني. هو بيشتغل في البحر، بينزل مع الافواج السياحيه في المراكب وكده، بيصور تحت الميه وبتاع، فشغل سياحه بالاخر. فهينفعنا يوم لو جينا في يوم الغردقه كده نطلعوا رحله، هينزل معانا، هيروق علينا جامد يعني. نورونا في اي وقت يا اخواتي باذن الله. حبيبي، احنا رايحين دلوقتي حته اسمها المارينا. المارينا ديت الاول كانت بيوت الصيادين. الاول ده خلي بالك من 20 سنه ولا حاجه، مثلا 20 30 سنه ممكن اقل كمان. كانت المارينا ديت مكانها بيوت الصيادين كلها، لان المدن الساحليه دي كلها كانت عايشه على الصيد. فكان بيوت الصيادين دي لما جم يعملوا المارينا نقلوهم على مكان لسه معديين من جنبه بس ما اعرفش اصوره، اسمها مساكن الصيادين. نقلوا البيوت ديت للمساكن دي، والصيادين قاعدين عايشين هناك، وبقى مكانها المارينا السياحي ديت بقى اللي فيها الشغل الدلع. تعالوا نصور لكم الشارع الرئيسي بره اللي هو اسمه شارع فندق الشيراتون، يعتبر من اهم الشوارع هنا في الغردقه. بس الصراحه كانت الدنيا زحمه قوي واجانب بقى وبتاع، فمش عايز وجع دماغ لو حد يجي يتكلم، حد يفتح بقه ومرور رايح ومرور جاي. قلت مش لازم بقى التصوير، نخش هنا في الرايق كده ونشوف الدنيا فيها ايه. كان عايزني بكره اقضي يوم معاه في المركب ونروح وننزل ونصور تحت. قلت له مفيش، انسى، مفيش منه الكلام ده، انا بكره الصبح اصحى اروح. نص عمرك هيبقى فلوج تاني ان شاء الله. ليه؟ لسه بتصور اخبارك؟ كله تمام؟ بحبك اعرف انت منور الغردقه حبيبي يا معلم. دخلنا حته عملناها يس. الوقت دوت دي منطقه اسمها مارينا، تعتبر من اهم المناطق السياحيه. في الوقت ده ممنوع الدخول للعائلات بس، واحنا 3 شباب يعني انتوا فاهمين بقى اللي فيها. فالشباب بره قالوا لا ممنوع الدخول وبتاع. طب نصيب بطريقنا، طب لا، طب مش عارف ايه. فقلت لهم يا جماعه انا جاي من اسكندريه ومشهور والله ومعروف وداخل منشط السياحه، واتكلمنا بادب واحترام، والناس كانت حلوه ومتفهمه يعني الصراحه. مش قوي يعني بس كانوا متفهمين يعني. لا والله ناس جميله وزي العسل، كلها ناس محترمين بيشوفوا شغلهم في الاول والاخر. بصوا يا جدعان، اي حد لو انت داخل اي مكان سياحي او في اي مشكله عموما وحد اتكلم معاك او ضايقك بحاجه، هو في الاول والاخر قدر ان هو بيشوف شغله، هو بيشوف شغله اكتر ولا اقل. فما تزعلش منه انه يمنعك من حاجه، هو عنده تعليمات غصب عنه بينفذها. يعني لما كنت في حلايب كنت عايز اصور جنب يافطه مكتوب عليها مرحبا بكم في حلايب، وراها على طول معسكر بتاع جيش. جالي عسكري قال لي لا ممنوع. يا عم انا هتصور صوره واحده بس عشان قال لي المعسكر هيبان. هو غصب عنه هو عنده تعليمات ان ممنوع المؤسسات العسكريه تتصور، هو مع حق. فانا ما ينفعش ازعل من حاجه زي كده. بص على الخريطه دي. الخريطه دي خريطه المارينا زي ما انتم شايفين بالجرافيك بتاعها. ايه اللي فيها؟ انا مش فاهم، حمامات دي ولا ايه؟ لا دي الوحدات السكنيه. دي زي فندق تمام. وهنا اللانشات زي ما انت شايف، ده مدخل المارينا. دي لانشات سفاري كبيره بتقف، مش مسموح لها تدخل جوه عشان المساحه طبعا. وده طبعا الفندق كله، البيتش بتاعه هنا وفي جيم. احنا كده وصلنا هنا تقريبا صح؟ احنا كده بالظبط عند رصيف 3. يعني بصراحه يعني لو جيت ما تفكرش تيجي المارينا، ما فيهاش حاجه قد كده. انت هتيجي تتمشى وخلاص على الكورنيش وتتفرج على المراكب وهي راسيه، وفي مطاعم. فالمطاعم بره في كل حته. عايز تخش وتتمشى وغاوي فرهده خش. يعني اسعار سياحيه، اسعار سياحيه. الدخول فري مش فيه تذاكر، بس الاسعار سياحيه طبعا لان المكان سياحي. والايجارات يا جدعان معروفه طبعا. فانت لو مش داخل عشان تركب مركب ما هتخش بالظبط، او خش مره كده وما تكررهاش. هل شفت مركب اسعاف قبل كده في حياتك؟ حاطين السرير اهوت بتاع اللي بيناموا فيه العيان ويتحرك. كل دي بقى لانشات. غير الصوره جوه. لما دخلت جوه شويه في مراكب اكبر من كده بكتير، يعني دي مراكب صغنونه يعني. لا في يخوت كبيره الواحد بيخش البحر يقعد بقى 4-5 ايام. ده بتاع عسل ده ولا ايه؟ لا ده وافل. هلو جمل عرباوي يا كذاب. بصوا جمل كذاب. شفتوا جمال اظن لما هيصنا في وادي الجمال. يعني الحاجه اللي لاحظتها هنا بقى حجم الكلب. الكلب ده بصوا ما شاء الله بيعض. لا بيعضش يا عم، حاجه كده ما شاء الله. ده حجم ايدي بالنسبه لحجم الكلب. بيتغذي.
انا ما باكلش غير لحمه واكل مستورد. قال لي كبير قوي. بس لسه الراجل بيقول لي الكلاب هنا اغلبها متعقم واخد تطعيماته وليها البيانات بتاعته وليه اسم كمان ليه الاي دي بتاعه. ليه الاي دي. الكلب ده معروف اكتر مني. فلا الكلاب والقطط هنا واخده وضعها. عايزين نفتح عربيه كبده هنا وعربيه كبده في دهب، هنكسب جامد قوي. هنكسب موت. الخامات متوفره جدا. احلى شويه عصير يا عم، ندوق العصير لو مش تمام نغيره. نشرب القصب بتاع الغردقه. قصب الغردقه اسمه ايه؟ عصير الحاج محمد، عصير القصب. انا اخر كوبايه قصب شربتها كانت في القصير من الصبح، بس كانت حلوه قوي. تسلم ايدك يا حاج محمد. حبيبي يا قلبي وشرفتني حبيبي والله. منور الغردقه كلها. حبيبي ده بتجيب القصب ده منين؟ من الصعيد. من الصعيد يعني بيجي حمادي. من نجع حمادي. منبع القصب. منبع القصب يا الصعيد دي أبا عن جدعان، جد. يعني اكبر مصنع قصب سكر على خط الصعيد كله. الله يرضى عليك. حبيبي يا باشا. اديك راسك. انا بقالك قد ايه يا حاج محمد؟ انا مواليد الغردقه يعني من ابا عن الغردقة جد. أصلاً. اساسا كان زمان العصاره القديمه كانت على البحر زمان. ما كانش في مارينا ولا الكلام ده في 76. لا المحل ده كان ابا عن جد اصلا يعني الصنعه دي من الوالد واخدها يعني. كان زمان اصلا كان على البحر لحد هنا يعني خط المارينا ده كان البحر ده كله هنا. ما كانش فيه غيره المحل ده في الغردقه. الكلام ده في 76 بعد الحرب. الكلام ده معروف في الغردقه. عصير الحاج محمد دي تشرب قصب يعني من اخر الدنيا تيجي زبون سياحه او اي حد بيجي مخصوص لازم يعدي على المكان. في اجانب بيجوا باول مره في حياته يشرب قصب، بيحس حاجه كبيره يعني، شرب حاجه اول مره يجربها يعني. هو فكر ان ده سكر يعني حط له سكر، فهمته وقلت له لا ده حط السكر. هو استغرب ان ايه ده طبيعي ده حط له بضيف حاجه. لا وريته المكنه ازاي بتعمل كده وبتعمل كده. حد فكر ياخد قصب معاه وهو مسافر بره؟ لا في ناس. قلت له ايه؟ لا ما رضيش اقول له قطعت له حته صغيره. لا ياخدوا عصير. انا عايز لا عصير. ما ينفعش عشان فهمت قلت له ده يتشرب وهو واقف فريش كده. لكن قطعوه اخدوه متقطع وسافروا بيه. ياخدوا متقطع عادي ياخدوا يسافروا. الدنيا كانت عامله ازاي زمان؟ كانت يعني الناس بسيطه والدنيا حلوه يعني بصراحه يعني. وعايشين على ايه مثلا؟ يعني كل هنا معظمهم كل الصيادين يعني معظم الناس هنا الصيد يعني شغلهم على الصيد. اساس البحر والسياحه دي كانت مبنيه على الصيد يعني. كان في معظم البحر هنا زي البيتش عامل كان كلها مراكب صيد. الناس كانت تيجي من البحر زي كده يفرق سمك. كانت الدنيا جميله يعني. طب دلوقتي احلى ولا زمان؟ والله هو دلوقتي التطوير يعني حلو مش وحش برضه. هو في التطوير جميل جدا يعني. في سياحه كل مالها يعني احسن ان شاء الله يعني. طيب يعني مثلا مرسى علم وحلايب والحتت دي، الغردقه كانت كده زمان الاول ولا بالظبط؟ كانت كده بالظبط بنفس الغردقه كانت صغيره. كانت حلايب وشلاتين ومرسى علم كانت لسه يعني منشأة يعني. دلوقتي هم كبروا ودي اتطورت خالص وهناك لسه على وضعها. كل حاجه بتتطور. كل ما بننزل الجنوب تحت بتتطور الدنيا احسن. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك سيظل الخير في امتي الى يوم القيامه. يعني الخير هيفضل مستمر لحد يوم القيامه. ما فيهاش كلام. وده كلام الحبيب المصطفى اللي هو ما فيش بعده كلام خلاص. ما ينفعش تقول اصل احتمال اصل ممكن. عم محمد عزمنا على سراسه انا وادري كنا بنتخانق مين هيحاسب. فلا مني ولا مني راجل ما رضاش ياخد فلوس. هو هنا عند المارينا اللي يجي يتصور معاه ويشرب قصب. القصب حلو فعلا من نجع حمادي اللي هي مدينه القصب. خط الصعيد كله يعتبر مدينه القصب. ويقول له احنا جايين لك من الفيديو اللي على النت. شفناك يا عم محمد ربنا يكرمه ويرزقه يا رب والفيديو ده يسمع يعني يكون باب رزق ليه. سواء يعني الحمد لله ما شاء الله ربنا يزيده طبعا. بس بنعمل اللي علينا وهو الراجل بيعمل اللي عليه. الرحله خلصت بسرعه وعدت احداث ياما والله. انا دلوقتي خلاص انا على طريق السخنه طريق الجلاله. يعني فاضل لي ساعه ونص وابقى في القاهره. بس ما كانش في احداث غير حصلت امبارح غير ان انا رحت نمت صحيت الصبح خدت الطريق كله. طريق العوده بيبقى غالبا سريع بس استوقفني بقى حته منظر. انا يعني كان لازم اقف اصوره. لازم اقف اصور المنظر ده. تعالى فرجني. هنط السور ده عشان نشوفه اوضح. السور طبعا كل دي نازله تحت. كل النزول ده يا باشا لتحت كده. والمنظر بقى الجبال. بص منظر الجبل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الجمال. يا نهار ابيض على الحلاوه. في عربيات وقفت قدامها هي بتصور برضه نفس المنظر. طريق الجلاله ده
من احلى الطرق اللي ممكن تمشي عليها. عيبه الوحيد بس ان هو ضلمه، ما فيهوش نور، والخدمات فيه لا في خدمات، بس عيبه الوحيد ان هو ضلمه. احلى طريق ممكن تمشي عليه بجد في مصر كلها، من احلى الطرق. برضه في طرق كتير في شرم الشيخ وفي دهب وبتاع، هناك طرق كويسه قوي، بس طبعا الدخول بالموتوسيكل لشرم الشيخ صعب، فان انت اسهل حاجه بالنسبه لك تمشي على طريق الجلاله. طريق حلو قوي، انت طول الطريق مناظر بالشكل اللي انت شايفه ده، والجنب التاني طبعا جبال، وفي اوقات بتمشي وسط جبال، انت الجبل محفور، يعني يمينك جبل وشمالك جبل، وانت ماشي من وسط الجبل كده محفور. لازم تمشوا على طريق الجلاله ده باي حاجه، يعني مش على رجليكوا حتى ولا بعمل. يلا بينا نكمل طريقنا لاسكندريه. انا هرجع اسكندريه النهارده ان شاء الله، خدتها من الغردقه لاسكندريه مباشره، مش هريح كتير، ممكن اقف في القاهره شويه اعمل شويه حاجات كده واكمل اسكندريه ان شاء الله. يعني هو الحمد لله وصلنا مصدر السخنه القاهره، واصل من بدري، واصل والدنيا نهار يعني، بس قعدت بقى اشرب ادي الكاميرا دي كده، قعدت اشرب قهوه واعمل شويه صور ستوريهات وارد على الناس، بقالي كتير ما ردتش على حد، وانا اتحرك لاسكندريه ان شاء الله على طول. فالدنيا ليلت، فالجو هيسقع، فلازم ايه نتدفى عشان ما نسقعش. وبكده نكون خلصنا يومنا الجميل والفلوج الجميل اللي عملنا فيه رحله في المحافظه رقم 25 تقريبا. احنا كده فاضل لي محافظتين بس في مصر اظن. الوادي الجديد ده انا زرت الوادي الجديد، عديت عليه، فاضل لي جنوب سيناء وشمال سيناء، وزرت كل محافظات مصر. والفلوج بتاعنا يخلص على هنا، ونشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه. سلام.